بيك صحي بدون قلي بدون اير فراير. طريقة سهلة جدا، يلا بينا اوريكم الطريقة. اول حاجة هجيب نص كيلو من الفراخ تكون متفتتة كده، مفرومة حتت صغيرة شوية، فرماها ناعم كده في محضرة الطعام يعني. وبعدين هتبلها بالتوابل دي اللي ظهرت قدامكم على الشاشة. معلقة صغيرة من الخل، كمان معلقة كبيرة من الروب او اليوجرت او الزبادي، هيساعد ان الفراخ تكون طرية معايا. بعدين هخلط المكونات دي كلها مع بعض عشان تمتزج كويس، ينفع بايدينا او ينفع نرجعها تاني محضرة الطعام. او كده الفراخ بعد ما وزعت التتبيلة فيها كويس جدا، اي كيس من اكياس التلاجة حط فيه الفراخ كده بالراحة في الكيس. بعدين هفرد الفراخ كده بشكل مستطيل بحيث ان انا لما اجي اقطعها على شكل البيك. كده شكل الفراخ بتاعتي بعد ما وزعتها بالتساوي في الكيس. هشيلها في الفريزر 5 ساعات، والافضل طبعا ليلة كاملة. اشوفكم بكرة ان شاء الله. ده كده تاني يوم سبت الفراخ تتجمد ليلة كاملة عشان تاخد وقتها كده. طلعتها وبعدين شلت منها الكيس بالراحة، وهبدأ بالسكينة ان انا اقطعها قطع متساوية على قد ما اقدر. يعني عملت بالسكينة خطوط كده على قطع الفراخ عشان احددها، وهبدأ ان انا اقطع كده شكل قطع الفراخ. بعد ما قطعتها تقريبا 8 قطع. نيجي بقى لطريقة التسوية بتاعتها. اول حاجة هجيب صينية مش بتلزق، مسحة بسيطة بزيت زيتون، وبعدين علشان اعمل الكفر هحتاج 3 اطباق دقيق، بعدين بيض عليه رشة من الملح والفلفل الاسود، بقسماط. البقسماط متبلاه بالفيجيتار اللي هو ده، واحط عليه كمان رشه كده كويسه من الكاري عشان تخلي اللون بس اصفر كده حلو لما يعني نسويه. هنعمل الخطوات التقليديه كاننا هنحمره في الزيت بالظبط. دقيق، بيض، بقسماط، وممكن بدل الدقيق الابيض نستخدم دقيق شوفان او حتى نشا الذره. الدقيق هحطه في البيض، بعدين البقسماط. اهم حاجه نضغط على الكفر كويس علشان ما يقعش من على القطعه. وده شكلها كده بعد ما خلصت. هحطها في الصينيه على طول كده. وده الشكل كده بعد ما خلصت الكميه كلها. همسح الوش مسحه بسيطه بزيت الزيتون كده، وبعدين هدخلها فرن درجه حراره 180. الرف اللي في النص بلاش نحطها تحت عشان ما تتحرقش، ونخلي عنا عليها من 20 ل 25 دقيقه. يلا بينا. اخدت معايا تقريبا في الفرن نص ساعه وكانت استوت تماما. نخلي بالنا منها ما نسيبهاش كتير قوي عشان ما تنشفش من جوه. ده شكل الفراخ كده بعد ما طلعت من الفرن. شكلها خطير جدا، يعني مش هتصدقوا بجد انها معموله في الفرن مش في الزيت. قدمتها كده في شكل وجبه معاها بطاطس اللي انا بعملها في الفرن، بطاطس اللي هي الكريسبي. هسيب لكم اللينك بتاعها في الديسكريبشن. دي في الفرن برضو. يلا ندوق. اخدت معايا تقريبا 25 دقيقه، ما تقلقوش يعني بجد استوت بسرعه جدا، استوى كويس قوي من جوه. يلا ندوق. بسم الله. بجد خطيره. لو عجبتكم الوصفه ما تنسوش تعملوا لي لايك وفولو وكومنت وشير، وتشاركوني التجارب بتاعتكم في الكومنتس لان انا بحب اشوفها جدا. وانجوي.